بيبدأ الفيلم بهتلر وقت الحرب العالمية التانية، وبنشوفه هو مرمى على الأرض وكان مغمى عليه ومش فاكر أي حاجة غير إنه كان مع مدرب السلوك الخاص بيه. ولما بيبص للسما بيلاقي إن طيارات العدو اختفت، فبيحسب إن الحرب انتهت. ولما بيبص جنبه بيلاقي كرة أطفال جاية عليه، فبسرعة بيستجمع قوته ويقوم. وأول ما بيقف بيتفاجئ من المباني اللي حواليه، وفجأة بيقرب منه 3 أطفال عشان يطمنوا عليه. فبيبص لهم باستغراب ويفتكر إنهم جايين من المستقبل، فبيسألهم على طريق الشارع. وفي نفس الوقت ده في مراسل قناة اسمه بابيان بيصور حلقة عن الأطفال، وبنلاحظ إن هتلر ظهر في الشاشة والعالم كله شافه. وبنشوفه وهو بيلبس الطاقية ورايح على المقر السري بتاعه. وأول ما بينزل الشارع بيتفاجئ من الناس اللي راكبة على شكله غريب وماسكين التليفونات وبيصور هتلر في أي مكان بيروحوا. وأثناء ما هو ماشي في الشارع بيسأل واحد عن الموقع بتاعه، لكن الشخص ده بيتجاهله وبيطلب منه يتصور معاه، فبيسيبه ويمشي. وفي السكة بيسمع واحدة بتتكلم ألماني، فبيقرب منها ويسأل عن التاريخ. وأول ما بتشوفه بتخاف منه وترش الإزازة اللي معاه في عينيه، فكان بيصرخ من كتر الوجع وراح على المحل اللي جنبيه. وأول ما مسك الجريدة اتفاجئ إنه في سنة 2014، وفجأة وقع على الأرض واغمى عليه. وفي نفس الوقت ده رئيس المحطة اللي اتذاع على الفيديو بتاع هتلر كان عامل اجتماع مع الموظفين، وكان بيشكر مدير المحطة على مجهوده طول السنين اللي فاتت، وبيقول لهم إنه يختار مدير عام للمؤسسة بتاعته. ومدير المحطة كان فاكر إن هو الشخص ده، لكن للأسف بيتفاجئ إن كاتبة المدير العام للمؤسسة الجديدة. فبيتعصب ويروح على المكتب بتاعه، وبيلاقي إن الصحفي بابيان مستنيه هناك، فبيطلع زعله عليه وبيطرده بره الشركة. وبنرجع تاني لهتلر وبنشوفه لما فاق وهو في محل الجرايد، وبيسأل صاحب المحل عن تاريخ السنة اللي هم فيها. فالراجل بيأكد له إنه في سنة 2014، وبيخرج عشان يجيب له حاجة ياكلها. ولما بياخدها بيفتحها ويشمها، وبيسأل صاحب المحل إذا كان لسه في نقص في العيش. فالراجل بيضحك وبيحسبه ممثل، فبيسأله إذا كان بيصوروا الفيلم في مكان قريب منهم، وده لأنه شبه الزعيم ودول في هتلر. فرد عليه وأكد له إن هو فعلا الزعيم هتلر. وبعد شوية هتلر خد الجريدة وفضل يقرا فيها عشان يجمع شوية معلومات عن الزمن اللي هو فيه، لكنه بيتفاجئ الصحيفة اللي معاها صحيفة تركية. وصاحب المحل بيقول له ان معظم زباينه اتراك، فبيسأل نفسه اذا كانت تركيا احتلت المانيا. وبعد ما جمع شويه معلومات من الجريده اللي معاه اتاكد ان المانيا لسه موجوده، واللي بيديرها حاليا واحده ست، واتاكد ان الحرب بتاعته كانت مضيعه للوقت. وبعدها بنشوف فابيان وهو بيتفرج على الفيديو بتاعه وهو بيعيط بعد ما اتطرد من الشغل، لكن امه بتهديه وبتقول له انه موهوب وهيلاقي شغل احسن من ده. وبعد كده بتطلب منه يوقف الفيديو عند لقطه معينه، فبيكتشف ان في واحد شبه هتلر كان موجود في الفيديو، فبيقرر انه يروح يشوفه. وبنرجع تاني لهتلر وبنشوف صاحب المحل وبيطلب انه يقف معاه ويساعده في البيع. وهتلر بيحس بحروق شديد، واول ما بيطلع الراجل بيقول له انه ريحته وحشه ولازم يغير الهدوم اللي عليه عشان ما يطفش الزباين. وبعدها هتلر بيروح على محل الهدوم وبيطلب منهم يجيبوا له هدوم جديده تليق بيه كزعيم، لكن الست اللي هناك ما بتفهمش كلامه وبتجيب له تيشيرت وبنطلون. وساعتها هتلر ما كانش قدامه حل غير انه ياخد الهدوم الجديده ويلبسها. ولما بيرجع المحل بيلاقي ان الصحفي بابين مستنيه هناك، وبيطلب من هتلر يطلع معاه رحلة ويصوروا في ألمانيا الحديثة. وهتلر بيعجب بالفكرة وبيوافق إنه يطلع معاه، وبابيان بيستلف فلوس من أمه وبيجهز العربية عشان يطلعوا الرحلة. وبعد السفر بيحجزوا في فندق عشان يرتاحوا، وأثناء ما هم في الأوضة بابيان بيشغل التلفزيون عشان يتفرج عليه، وهتلر بيعجب من الاختراع ده. وتاني يوم أثناء التصوير بيقرر إنه يسأل الناس في السياسة الخاصة بدولة ألمانيا، واكتشف إن نسبة قليلة منهم هم اللي بيؤمنوا بالديمقراطية، وده طبعا عكس اللي كان بيحصل في الماضي. والناس بتتكلم مع هتلر وبتحكي لها مشكلة الناس اللي بيسيبوا بلدهم وبيجوا على ألمانيا، وده طبعا خلى هتلر يتأكد من فكرته إن الاختلاط بين الأجناس هيسبب مشكلة في الدولة. وأثناء ما بيكمل الرحلة مع فابيان بدأ يقص شنبه، وده طبعا خلى فابيان يسأله عن سر قصة الشنب بالشكل ده، فرد عليه وقال له إنه كان عشان يلبس القناع أثناء الحرب لازم يقص شنبه بالشكل ده. وبعد شوية بينزلوا في مزرعة قريبة منهم ويبدأ هتلر إنه يلعب مع الكلاب، فالكلب بيعضه، لكن هتلر طلع المسدس وخلص عليه. وده طبعا اللي خلى فابيان ياخده ويهربوا بسرعة، وخد منه المسدس عشان ما يأذيش حد تاني. واثناء ما في رحلة الفلوس اللي معاهم بتخلص، فبيقرر فابيان انه يستغل موهبة الرسم اللي عند هتلر عشان يجمعوا بيها فلوس. وبعد ما جمعوا مبلغ كويس كملوا رحلة تاني، وفابيان راح على الشركة عشان يوري المدير الفيديو اللي صوره مع هتلر، وده على امل انه يرجعوا الشركة تاني. والمدير بيعجب بنسبة المشاهدات اللي حققها الفيديو، وبيقول لفابيان انه مستعد يرجعوا الشركة تاني بشرط انه يجيب له الراجل اللي شبه هتلر عشان يتكلم معاه. وبعد ما المدير بيقابله بيقول عليه انه مجنون، وبيطلب من فابيان يطرده بره الشركه، لكن هتلر ما بيهتمش بكلامه وبيروح للمدير الجديده وبيطلب منها تساعده في انهم ينقذوا المانيا. والمديرة بتعجب بطريقة تفكيره وبتطلب منه يسجلوا حلقة معاه، وفابيان بيطلب من المدير يرجعه الشغل تاني والا هياخد هتلر ويمشي والحلقة تبوظ عليه. وفعلا بيرجعوا الشغل وبيشغلوا في المطبخ،
وبيقول له ان دي مجرد خطوه وهيترقى قريب. وبعدها المدير نادى على واحده شغاله معاهم عشان تعلم هيتلر على جهاز الكمبيوتر، وهيتلر بيستغرب من الجهاز لانه كان على ايامه حجمه كبير جدا. وبنشوف البنت وهي بتحاول تعمل لهيتلر بريد الكتروني، لكن للاسف ان استفتح لشخصيته وعامله بريد الكتروني باسمه، وده طبعا بيخلي هيتلر يتعصب لان في ناس استحى لشخصيته وبيطلب منها تحاول مره تانية لكن باسمه مختلف. وبينجح هيتلر في انه يعمل بريد الكتروني. وبعدها بنشوف المدير وهو بيجهز الحلقه لكن بشكل مختلف شويه، وهو انه يخلي هيتلر يتريق على اليهود، وده عشان يطرد المدير اللي عامل الشركه. لكن للاسف خطتهم بتفشل وبينجح هيتلر في انه يسيطر على عقول الناس، وبدل ما يتريق على اليهود كلموا على جهاز الكمبيوتر والفرق والبطاله اللي ممكن يتعرضوا له، وانه هو هيحارب اي دوله ممكن تهاجم المانيا، والناس كلها بتحبه وبتعجب بطريقه تفكيره. والمدير العام تطلب من كريستوف يطلع هيتلر في كل الحلقات الجايه، وساعتها بيحس باحراج شديد لان الخطه بتاعته فشلت. وبعدها بنشوف هيتلر في اكتر من برنامج وبيكلم الناس عن هدفه، وبيقول لهم ان عايز المانيا تبقى اعظم دوله في العالم، والناس كلها بتحبه وشعبيته بتزيد. وبينجح هيتلر في انه يوصل لكبار المسؤولين في الدولة وبيعجبوا بيه وبطريقة تفكيره. وفي يوم من الأيام هتلر وفابيان راحوا للحزب الديمقراطي وبيقابلوا رئيس الحزب وبيسألوا عن الإنجازات اللي وصلها الحزب، لكن للأسف إجابته ما كانتش مقنعة، وده اللي خلى هتلر يتعصب عليه بسبب إهماله. وبعدها بنشوف كريستوف وهو فرحان عشان الحكومة هتقبض على المدير العام، وده بسبب البلاغ اللي متقدم فيها. فبتسألهم عن مسار البرنامج، فكريستوف بيقول لها احنا لازم نوقف البرنامج لحد ما ترجعي، لكن المدعي العام بيقول لها انا ممكن تكملي البرنامج. وبعد ما المدير العام بتمشي كريستوف بيجيله رساله انه لازم يدفع ثمن الكلب اللي هتلر موته اثناء الرحله، وده طبعا بيخلي كريستوف فرحان لان حاجه زي دي ممكن تعمل مشكله في البرنامج. وبعدها بنشوف المذيع وبيسال هتلر عن دوره في الحرب، فبيرد عليه وبيقول له انه عايز يتواصل مع الناس الاول، لكن المذيع بيقول له ان الجرائم اللي عملها ملهاش حل، وبيجيب له الفيديو اللي قتل فيه الكلب، والناس بتكره هتلر بسبب اللي عمله. وهتلر بيتضايق جدا وبيهدد المذيع انه ممكن يخلص عليه، وطبعا كريستوف بيطير فرحه عشان حاجه زي دي ممكن تبوظ البرنامج. وصاحب المحطه بيطرد المدير العام وبيعين كريستوف المدير الجديد. وبعد كده هتلر بيروح عند فابيان عشان يعيش معاه وبيبدا يكتب كتابه التاني، والكتاب ده اتشهر جدا في السوق. وبعد 3 شهور بنشوف كريستوف وعامل اجتماع للموظفين عشان الخساره اللي حصلت للشركه، لكنه بيتضايق اكتر لما بيعرف ان معظم الموظفين سابوا الشركه واشتغلوا في مكان تاني. وفي موظف بيقترح عليه انه يرجع هتلر تاني للقناه، والمدير بيعجب بالفكره وبيدور على هتلر وفابيان وبيعرض عليهم $1,000,000، وده مقابل ان فابيان يصور فيلم بطولة لهتلر ويتعرض عندهم في القناة. وبعد كده فابيان بياخد هتلر ويروح لزميلته، لكن جدتها بتتعرف على هتلر وبتطرده بره البيت، وده بسبب الحرب اللي عملها والناس اللي ماتت ظلم. وفي السكة هتلر بيتفاجئ ان البنت اللي كانوا عندها تبقى من فئة اليهود، وبيقول انهم اقل فئة في العالم. وفابيان بيتوتر شوية وبيغير الموضوع وبياخد هتلر على مكان الحادثة وبيطلب منه يحكي له اللي حصل بالتفصيل، لكن للأسف هتلر ما بيكونش فاكر أي حاجة. وبعدها بشوية هتلر بيكون لوحده وبيطلع عليه شوية بلطجية وبيضربوه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى قدام المدير العام المطرودة. وفي نفس الوقت ده فابيان بيرجع الفيلم أكتر من مرة على أمل إنه يلاقي أي علامة، لكنه بيكتشف حاجة غريبة جدا في الفيديو، وده طبعا اللي بيخليه يرجع تاني لمكان الحادثة وبيتأكد إن الشخص اللي معاه هو هتلر الحقيقي. وبسرعة فابيان بيرجع للمستشفى لكنه بيترجم المديرة، فبيسألها عن هتلر فبترد عليه وبتقول له انه بيصور فيلم بطولة، فبيزعق معاه وبيقول لها ان ده مش ممثل وان ده هتلر الحقيقي، وبيجوا الحراس عشان يقبضوا عليه، لكنه بيهرب منهم وبيروح على مكان التصوير ويطلع المسدس وبيطلب من هتلر يعرف الناس حقيقته، لكنه بيرد عليه وبيقول له ان هتلر الحقيقي. فبياخدوا على سطح المبنى ويفكروا بالحرب اللي عملها والناس اللي ماتوا ظلم، لكن هتلر بيقول له الناس هم اللي انتخبوه وحكموه في مصير البلد. وفابيان بيعرف انه كذاب فبيضربه بالنار، وفجأة بيسمع صوت هتلر من وراه وبيقول له مفيش حد يقدر يخلص عليه. وبتظهر كاتي وبتطلب منهم يوقفوا تصوير عشان نعرف ان اللي حصل ده كله كان مجرد فيلم، وبنعرف ان في شخص عادل تحت شخصية فابيان ومثل دوره. وبعدها هتلر بيحتفل بالفيلم وبيطلب من فريق العمل يفتكروا زمايلهم اللي كانوا معاهم وبقوا في مكان تاني. وبنشوف فابيان وهو محبوس في مستشفى الامراض العقليه، وهتلر بقى مشهور جدا بعد الفيلم اللي عمله وعدد معجبينه زاد. وبيخلص الفيلم على كده يا صديقي، ما تنساش بقى المتابعه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، ولا لقاء اخر ان شاء الله.